القصة اللي معانا النهاردة قصة غريبة جدا. هزار أدى إلى موت. القصة النهاردة بتبدأ معانا ما بين أدهم ومحمد. أدهم بيحب يعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، فيديوهات مقالب، وكانت زي المقالب اللي بتحصل اليومين اللي فاتوا دول، اللي هو واحد مثلا بيرمي كيس مية على حد، يضايقه بأي كلمة، حاجة زي كده. ولكن الناس ملت من الموضوع وما بقتش تجيب مشاهدات، فعايز يعمل حاجة جديدة، حاجة مطرقعة. وفعلا قرر ان هو يعمل مقلب في محمد كابتن الجيم اللي هو بيلعب فيه. وكانت المقلب عبارة عن ان هو يشيل تكة الامان بتاع البار اللي بيرفعوه اثناء التحدي اللي هيعمله هو ومحمد عشان يضحكوا عليه في الاخر. ولكن الكابتن محمد من عادته ان هو بعد ما بيخلص تمرينات في الجيم والتمرينات اللي بيديها للناس اللي معاه ينزل يقعد قدام الكاميرات عشان يشوف ويراقب الصالة بتاعته ويشوف ايه اللي بيحصل فيها. ولكن القدر كان ليه كلام تاني. الكابتن محمد عرف المقلب اللي هيتعمل فيه وشاف كل حاجة بتحصل في الصالة، وفعلا كان محضر نفسه. وبعد كده ابتدى التحدي ما بينهم هما الاتنين. وأول حاجة عملها أدهم شال البار عادي جدا، وبعد ما خلص الدور بتاعه وكابتن محمد مش واخد باله راح فاكك تكة الأمان. ولكن كابتن محمد قال له احنا نعمل حاجة جديدة خالص، انت هتخش دورين وانا دورين عشان التحدي يبقى اصعب. وقال له انت اللي هتبدأ الاول. وفعلا ادهم معرفش يعمل اي حاجة، وما كانش يعرف يعمل ايه ولا يهرب من المقلب ازاي، لانه بينه وبين كابتن محمد خطوات بسيطة. وفعلا اضطر ان هو يخش ويشيل البار، ولكن للاسف البار كان مفكوك منه تكة الامان. ويا دوب ادهم بيشيل البار وقع على رقبته وكسرها. وكابتن محمد ملحقش يعمل اي حاجة، فاتصلوا بالاسعاف بسرعة، ولكن ادهم ملحقش يوصل المستشفى ومات على طول. فده اخرة السوشيال ميديا. في ناس بتستغلها غلط، وفي ناس فاكرة ان كل حاجة مشاهدات وبس، وفاكرين ان حياة البني ادم سهلة، ما يعرفوش ان ممكن كل حاجة في ثانية تتقلب. ربنا يحفظ الجميع. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان كل جديد انا بعمله يوصل لك. السلام عليكم.